النهاردة هنتكلم عن سيرة قديس معاصر هو القمص إسحاق عطلة شفيع المتألمين. أبونا القديس القمص إسحاق عطلة كان ملاك كنيسة العذراء بالدقي. اتولد يوم 1/4/1928 باسم بخيت عطلة من أب وأم أتقياء جدا، وندرته أمه قديسة عزيزة يوسف للكهنوت لأنه كان ابنها البكر وأول طفل يعيش من أولادها، وكان من عيلة كهنوتية لأن كان المتنيح الأنبا يؤنس مطران الجيزة السابق وسكرتير المجمع المقدس كان ابن عمه، ومن وهو صغير عاش خادم للرب، وكان شماس للمسبح في كنيسة الست دميانة ببولاق أبو العلا، وأسس فيها خدمة مدارس الأحد، وتخرج من المدرسة الثانوية وراح كلية الهندسة التطبيقية جامعة القاهرة سنة 1949، واتجوز أبونا يوم 14/2/1955 من شريكة عمره وجهاده السيدة الفاضلة القديسة الراحلة كاملة زخاري فهمي، وهي كانت عارفة من قبل كده ان هو هيكرس نفسه وحياته للكهنوت، فوافقت ان هي كمان تكرس حياتها معاه للخدمة الجميلة دي. اترشم كاهن بإيد المتنيح الأنبا يؤنس مطران الجيزة الراحل سكرتير المجمع المقدس في صوم العذراء اللي كان بيحبها من كل قلبه وخدمها، وده كان يوم 12/8/1955 في مطرانية الجيزة، وعينه الأنبا يؤنس وكيل لمطرانية الجيزة من وهو كان علماني، واستمر بها بعد كده بعد ما بقى كاهن، وتولى المسؤولية الكبيرة لإبراشية الجيزة وخدم الشعب كله وزمايله الآباء الكهنة بكل أمانة، ولغاية دلوقتي الناس كلها بتشهد له بخدمته في كنيسة العذراء بالمطرية، ولغاية النهاردة الشعب والكهنة فاكرينه وفاكرين تعبه وجهاده ومحبته بعد مرور أكتر من 50 سنة. بعد كده دعاه الأنبا يؤنس لجمعية الست العذراء مريم بمنطقة بين السرايات بالدقي، وقتها كانت عبارة عن أرض زراعية. اتولى مسؤولية بناء الكنيسة بالمنطقة دي، هو اللي أسس وأنشأ وبنى كنيسة العذراء بالدقي، وكانت قبل كده عبارة عن جمعية صغيرة في منطقة زراعية، وده كان سنة 1960، وبدأ بإنشاء مبنى متواضع على دور أرضي، وبعدين ارتفع بيها وخلاه بناء كبير جدا فوق الكنيسة الأولى، وبعد كام سنة راح أنشأ مبنى الخدمات اللي جنب الكنيسة، وكان دايما بيشوفوا الشعب وهو قاعد مع العمال وبيسهر معاهم، وكمان بينقل معاهم المؤن والأخشاب والطوب بنفسه، ولما كان بيحصل أي عطل كان بينقل كل حاجة بعربيته الخاصة سواء كان طوب أو أسمنت أو أي حاجة تخص الكنيسة، وده من فرط حبه وتفانيه وبذله للمسيح ولكنيسته. اترشم بعد كده قمص بإيد نيافة الأنبا دوماديوس مطران الجيزة سنة 1985، وأنشأ أول دار بمصر لخدمة المسنات والغير قادرات على خدمة أنفسهم من الناس المشلولين والعجزة وطريح الفراش، وكرس باقي عمره لخدمتهم والسهر عليهم، وكان زي سيده كان بيقول بينهم يصنع خير، وكان حنين عليهم جدا، وكأب حقيقي تعب مع الجميع. بعد كده بقى رئيس لجنة الطقوس والعقائد بمجمع كهنة الجيزة، واشتهر بأن هو المرجع الأول للطقس والقداس والعقيدة في كل الإبراشية، والتلمذ على إيده مئات من الخدام وعشرات من الكهنة في هذا المجال، وتعرف بأبوته وحكمته الإلهية وهبته اللي جمعت حواليه قلب كل الناس سواء كان كبير أو صغير، فقير أو غني، بسيط أو مثقف. والتلمذ كمان على إيد الأنبا شنودة قداسة البابا شنودة الثالث، وكان قريب ليه جدا وقت حبريته، وكان بيقوم بتوصيله بنفسه بعربيته الخاصة، بيروح معاه في الافتقاد والاجتماعات المتنوعة اللي كان بيخدم فيها قداسته. وبدأت تجربة الألم معاه لما جربه الله بآلام الأمراض وأكاليلها، بس هو كان بيحتمل بكل شكر وصامت وكان فرحان. أول حاجة اتصاب بتآكل في غضاريف العمود الفقري، وكان بيحس بألم جامد جدا، واستحمل الألم ده لعشرات السنين، وكان بالرغم من ده كان بيتحمل على نفسه وكمل خدمته لغاية ما خلاه المرض طريح الفراش. وبعدين صابته جلطة في المخ يوم 23/9/98، وبعدها بقى مشلول. ومن الحاجات العجيبة جدا إن في نفس اللحظة اللي اتصاب فيها أبونا اتصابت فيها مراته، وفي نفس الساعة 2 الظهر يوم 23/9/1998
وكانت هي وحيدة في القاهرة، وكان هو مسافر للإسماعيلية، كان مع عيلة من أولاده عشان بيفتقدهم هناك، وهما الاتنين اتنقلوا للمستشفى من غير ما يعرفوا ايه اللي حصل للتاني، ودخلوا العناية المركزة سوا. وفرقت زوجته الفاضلة عالمنا الفاني وراحت لأحضان القديسين بعد الحادثة دي ب6 أيام بالظبط، وتم الصلاة عليها في نفس الوقت اللي كان فيه أبونا راقد في العناية المركزة بين الحياة والموت. واتنقل أبونا للدار اللي أسسها بنفسه لخدمة المشلولين والمرضى والعجزة، وعاش بينهم يخدمهم بعد ما بقى واحد منهم. ومعرفش أبونا انتقال شريكة حياته للسماء إلا بعد نياحتها بسنة، وتقبل الأمر وهو على فراش المرض بدموع الحزن ولكن بروح الشكر والتسبيح. وعاش أبونا القديس سجين جسده المريض بيشرب الكاس اللي اداهاله الله، وقضى 3 سنين وتلت زي عمر خدمة السيد المسيح على الأرض بالظبط، يخدم الناس من خلال ألمه، وبيحول الألم ده لمجد وخدمة وكرازة. وفي السنوات القليلة اتحمل أبونا القديس اللي مقدرش بشر إن هو يتحمله، فكان بيعاني من آلام الجسد، من صعوبة البلع وصعوبة تناول الطعام والالتهابات الرئوية المتكررة والشلل النصفي اللي خلاه ما يقدرش يتحرك، وبعدين آلام ظهره وعموده الفقري اللي خلاه ملازم الفراش طول الوقت. وفي الآخر خالص كانت آلام القلب، وكمان آلام النفس لأنه كان بيعاني من الوحدة الكاملة بعد ما فقد شريكة حياته وأصبح طريح الفراش، بعد ما كان كتلة من الخدمة والحركة اللي ملت قلوب الناس حب وخدمة وعطاء. لكن وسط كل ده الناس كانت شايفاه جبل شامخ ما تهزش من اللي حصل له، فهو واقف فوق كل الألم ده منتصر، وكان دايما مبتسم برغم الآلام اللي كان عايش بيها. وكان أي حد بيروح لأبونا عشان يصلي له كان بيحس بخجل شديد، لأن في الوقت اللي الناس كلها كانت تعبانة من آلام تافهة وقف أبونا القديس فوق آلامه وحول ليل ظلمته لنهار من الشكر والتسبيح والسعادة. وتحولت أوضة أبونا في سنوات مرضه الأخيرة لمزار لآلاف من البشر، وبقت خدمته للجميع هي التعزية والصلاة والسند، وتمت على إيده معجزات كتيرة جدا ملهاش حصر، من إخراج الشياطين وشفاء أمراض وحلول لمشاكل مستعصية. وفضل أبونا يصلي القداسات باستمرار ويمارس الافتقاد والزيارات لأولاده وهو على كرسي متحرك لغاية آخر لحظة في حياته. واتقال إنه كان هيفتقد أسرة من الكنيسة قبل نياحته واعتذر عنها عشان درجة حرارته مرتفعة جدا، وبعدين سلم روحه الطاهرة بعد كده بيومين. ركض في الرب يوم الأربع 12/12/2001 بعد أن أكمل أيام جهاده وخدمته. والعجيب إنه لأول مرة من ساعة مرضه يصلي قداسين ورا بعض، الجمعة والحد اللي قبل نياحته على طول كان يوم الأربع، ولبس فيها كامل ملابسه الكهنوتية واللي كان قليل قوي لما يلبسها لصعوبة مرضه، وكأنه كان بيودع هيكله الأرضي قبل ما يروح لهيكله السماوي. واللي أعجب من كده إننا لما حسبنا زمان مرضه لقيناه 3 سنين وتلت، وهي مدة خدمة السيد المسيح على الأرض، الخدمة الجهرية المعلنة. وبكده خدم أبونا القديس من خلال آلامه وقلبه الشاكر خدمة الحب والشكر والبذل زي سيده. وفضل أبونا صاحي لغاية يوم نياحته الساعة 1 الظهر، وطلب من كل الناس اللي حواليه بإيده حاجة هما مش فاهمينها، وفي الآخر عرفوا إن هو عايز كسوة جسد القديس مريمين العجايبي اللي كان بيحتفظ بيها، وجابوها له وحطوها له على السرير الساعة 8:30 بالليل، واتحطت جنب راسه، ومعدتش دقايق وفاضت روحه الطاهرة زي ما يكون كان منتظر مجيء القديسين عشان يحملوا روحه الطاهرة فردوس الأبرار. وتم زفاف الجسد الطاهر محمولا على أعناق أبنائه وإخواته الكهنة والشمامسة، والشعب كله كان بيبكي من قلبه على فراق أبونا الأب الأمين بعد ما خدمهم 46 سنة وهو عمره كهنوتي كله. بركة وشفاعة القمص إسحاق عطلة تكون مع جميعنا أمين. لو أول ما تسمع سيرته ابعتها لكل الناس، خليهم ياخدوا بركة لأنه شفيع المتألمين. وتابع صفحتي واستنوني كل يوم بالليل الساعة 8 مع سيرة قديس جديد.